البيت ده مش عادي. في ناس كانت بتشوف جثة بتتحرك في الليل، والصوت كان بيجي من تحت. لكن المصيبة مش هنا، المصيبة إنهم لقوا جثة متحنطة جوه الأبو، والمكان كله كان مشرحة زمان. دي قصة حقيقية وحصلت فعلا لعيلة أمريكية، وهزت الرأي العام كله. خليك معايا، لأن اللي هتسمعه دلوقتي ممكن يخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تنقل في بيت جديد. في أواخر الثمانينات، عيلة اسمها سنايدكر انتقلت تعيش في بيت قديم في ولاية كونيتيكت بأمريكا. سبب النقل: ابنهم فيليب كان مريض بالسرطان، والمستشفى اللي بيعالجه كان قريب من البيت ده. المكان كان كبير وسعره رخيص جدا، وده كان غريب، لكنهم ما سألوش ليه، لأنهم كانوا محتاجين يسكنوا بسرعة. بس من أول يوم بدأت الحاجات الغريبة. الأم بدأت تسمع أصوات جاية من القبو. في الأول قالت يمكن فئران، لكن فيليب بدأ يقول إنه بيشوف راجل غريب لابس أسود واقف عند باب أوضته، ووشه مش واضح. وبعد أيام قليلة، الصور اللي على الحيطة اتشقت من نفسها. الأنوار كانت بتطفي وتولع لوحدها، وكل ما يقرب الليل البيت بيقلب كأنه بيت تاني. وفي يوم الأم نزلت القبو تدور على حاجة، لكن هناك شافت حاجة مستحيل تنساها. كان فيه ترابيزات معدن غريبة، وأدوات شبه أدوات الجراحة، وحاجات مكتوب عليها تحنيط وتنظيف. وبين الركام لقت جثة متحنطة ملفوفة في قماش أسود. الأسرة استعانت باثنين من أشهر محققي الظواهر الخارقة، إد ولورين وارن، وقالوا لهم إن البيت كان مشرحة قديمة فعلا، وإن الأرواح اللي ماتت فيه ما ارتاحتش، وفيه طاقة سلبية متخزنة جوه الأبو، لدرجة إنها بتأثر على تفكير وسلوك الناس اللي عايشين في البيت. اتعمل طقوس طرد أرواح، واستمرت أكتر من أسبوع. لكن فيليب ابنهم بدأت حالته تسوء، وبدأ يتصرف بعنف، وكان بيقول إن في صوت بيطلب منه يعمل حاجات مخيفة. في الآخر العيلة اضطرت تسيب البيت وتمشي، بعد ما تأكدوا إنهم مش بس ساكنين في بيت مسكون، ده بيت فيه أرواح مش هادية ومش عايزة حد يعيش فيه. القصة دي اتوثقت في كتب، واتعمل عنها فيلم اسمه The Haunting in Connecticut. بس لحد النهاردة محدش عارف الحقيقة الكاملة. هل البيت فعلا كان مسكون، ولا كانت العيلة دي ضحية توهم جماعي؟ اكتب لي رأيك تحت في التعليقات. هل الأرواح ممكن تسيب أثر في مكان؟ ولو اتعرض عليك تسكن في بيت كان مشرحة قبل كده، هتوافق؟ لو بتحب النوع ده من القصص المرعبة الحقيقية، اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك للفيديو، علشان القصة الجاية هتكون أخطر وأغرب من كده بكتير.